رمضان ما بقى ليه والو، والمغاربه ياكلوا واحد الحاجه طول العام وخصوصا في رمضان اللي كتادي للسمنه ومشاكل صحيه كبيره، هو الطحين الدقيق الابيض كنسميوه حنايا الفورس. اصلا هذه التسميه ديال الفورس جات في المغرب في واحد الوقت كان كيتلقى مساعدات من الولايات المتحده الامريكيه، وكان داك الطحين مكتوب عليه يو اس فورس فتسمى الفورس. في رمضان كنديروا به الحريره، البطبوط، البيتزات، القريشلات، الشباكيه، المسمن، بغرير ومختلف ديال الانواع ديال المعجنات. هذا الفورس او الدقيق الابيض هو القمح فاش كنحيدوا له القشره الخارجيه النخاله، وكنحيدوا له كذلك النواه الداخليه، وما كنخليو الا الجنين الاندوسبيرم او الجزء النشوي الداخلي اللي غني بالنشويات وغني بالكربوهيدرات، وكنطحنوه، وبهذا الشكل كيفقد الجزء الكبير ديالو ديال البروتينات والالياف والفيتامينات والاملاح المعدنيه. هذا الشيء علاش الطحين او الفورس كيفتقد بزاف الفيتامين او والفيتامين دي والحديد والمغنيسيوم، ما كتبقاش عنده واحد القيمه غذائيه اللي هي كبيره. زياده على ذلك كيتزادوا فيه مواد كيميائيه بحال البنزول بيروكسيد اللي هي ماده مبيضه اللي ملي كتخلط مع الجلوتين كتعطي لالوكسان. يبينوا الابحاث على انه كيتسبب السكري عند الحيوانات. وماده اخرى اللي كتزاد ليه هي البوتاسيوم برومات اللي كيعطي داك لا تكستور الاستيك، فاش ملي كنعجنوه كيبقى يتعجن مزيان. ولكن هذه الماده لقاو الابحاث بانها كتسبب سرطانات عند الحيوانات كذلك. المشكله ديال الفورس هو انه غني بالنشويات الكربوهيدرات، عنده مؤشر نسبه السكر الاندكس غليسيميك طالع بزاف، فغير ملي كناكلوا الطحين الابيض نسبه السكر في الدم كتطلع بواحد الشكل اللي سريع. باش كتكون الحياه الانسان خامله، الطاقه هذه نسبه السكر اللي طلعت كتخلي الانسولين يخزنها على شكل ديال الدهنيات، وهادشي علاش كيزيد الانسان في الوزن وكيطيح في السمنه. وهذا الدقيق الابيض كذلك الفورس كيحتوي على نسبه كبيره ديال الجلوتين. جلو هو اللصقه باللغه الانجليزيه. الجلوتين كتخلي هذا الدقيق الابيض يتلصق، خصوصا على انه فقد الالياف اللي كانوا في النخاله، وهذا كيؤدي الى تباطؤ الهضم، فالميتابوليزم كينقص، الانسان كيزيد في الوزن، كيؤدي كذلك الى التهابات في الجهاز الهضمي والقبض والانتفاخ ديال المصارن. المغاربه كلهم كيعانيوا من المساله ديال القولون العصبي.